السلام عليكم. انا جايه لكم مكروبه، وانا عاده انا علاقتي ببورسعيد بقالها سنين. انا كل ما امر بكرب ولا في ضيقه اجي واركب المعديه رايح جاي وازور قبور شهداء 56. الكرب بيتفك على فكره، دي نصيحه يعني. قالوا لي سكان بورسعيد، انا يعني زي ما زملائي اتكلموا، احنا يعني صعب قوي ان احنا نتكلم عن كلام عن شعب بورسعيد وكلام عن تضامن مع شعب بورسعيد او تبرئة بورسعيد. انا جايه هنا لاحباط يعني انا ابتديت اصدق كلام اللواء كاتو اللي بيقول فيه ان في جهات مموله من جهات خارجيه بتحاول تقسم مصر، وده كلام يعني ابتديت اصدقه، ده كلام مظبوط. في جهه مموله من جهه اجنبيه اللي هو المجلس العسكري بياخد اكبر معونه امريكيه بعد اسرائيل في المنطقه، وهو اللي بيكوش على كل المعونه والفتافيت يعني كمان مستخسرها في الناس. ولا انا بتكلم على انه في مؤسسات اخرى بتاخد يعني البقايا، وهو فعلا ولو مش مضمون لانه هو بياخد فلوس من امريكا بهذا الحجم، وشغلته ان هو يحمي امن اسرائيل، وفعلا هو بيقوم بتقسيمنا. يعني انا مش بتكلم عن مؤامره ولا بتكلم، انا بقرا واقع. احنا خارجين يوم 11 فبراير سمنه على عسل كلنا، فجاه بقينا اتقسمنا الى نعم ولام، وبعدين مسلمين ومسيحيين، وبعدين ليبراليين واسلاميين ومش عارفه وسلفيين واخوان ويسار وبعدين هنبقى بقى هيقسمنا محافظات بورسعيديه وبقيه البلد، يعني يعزل بورسعيد، وبيبتدي يعني بمدن القناه اللي هي اخطر عليه لان هي يعني الاكثر ثوريه واللي ليها تاريخ نضالي. فانا يعني هو صحيح عميل لجهات اجنبيه، بس هو مش هينفذ المخطط ده، لان هم بيحاولوا بقالهم فتره، وده يعني ماشي باي ذا بوك زي ما بيقولوا، يعني ماشي زي ما الكتاب بيقول. ما عرفتش تقمع الثوره بآلة القمع، اعمل حرب اهليه. وبيحاول يعمل حرب اهليه، وهو يعني يبدو ان احنا مش عارفين نستوعب هو عايز مننا ايه يعني. يعني لحد ما ابتدى يفتحنا في الموضوع بشكل يعني مفتشر، ويقول لنا ما الشعب يشارك، يعني انتوا ساكتين ما بتموتوش بعض ليه يا رخمه؟ ما انا عماله اسخن منكم في ايه؟ الحمد لله انا ما كنتش في حاله نفسيه وانا جايه يعني قبل ما اجي، بس انا حسيت بانشراح كده. ولسه بقى لما اكل السمك، انا واسماء ناكل سمك، ولما اركب المعديه رايح جاي وازور قبور. المره دي بقى انا هزور مقابر شهداء 56 وشهداء بورسعيد في الثوره، وان شاء الله كرب البلد كلها. شكرا.